ست هندية فقيرة جوزها بيموت وهي حامل، ولما حرقت جثته اتصدمت بعدها إنه كان ليه مكافأة ومعاش ضخم جدا ولازم تتصرف فورا. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب ومسوا عليا في الكومنتات وهرد عليكم بنفسي، ويلا بينا نبدأ على طول. وبتبدأ أحداث الفيلم بعيلة هندية بسيطة مكونة من راجل اسمه بولاش وزوجته مالوتي، وبنعرف إنه بولاش واللي كان عامل في محل أدوات صحية في سوق تجاري في أحد أحياء مومباي. ورغم إن حالتهم المادية متواضعة جدا، إلا إننا بنشوف بولاش وهو عازم مراته على رحلة بالمركب البسيط، وبيحتفلوا بعيد جوازهم الأول، وده بيدل على إنهم بيحبوا بعض جدا. وبنلاحظ إن بولاش كان كاتب على المنديل أول حرف من اسم زوجته تعبيرا عن حبه ليها، وكان وعدها إنه هيحتفظ بالمنديل ده في أي مكان يروحه علشان يفضل فاكرها دايما. وبنلاحظ مالوتي حاطة ايديها على بطنها، وبنعرف انها حامل في شهورها الاولى وحاسه بسعاده لا توصف اثناء حركات الجنين جوه بطنها. وبعد ساعات من وجودهم في المركب في النهر بيرجعوا تاني للشاطئ علشان يروحوا السوق ويشتروا اللي نفسهم فيه استكمالا لفرحتهم. وبالفعل بيوصلوا السوق وبيدخلوا المحلات علشان يشتروا هدوم جديده، وبالصدفه وهم في السوق بيقابلوا ابن عم بولاش واللي اسمه رزاك، وبنشوفهم وهم بيهزروا وبيضحكوا مع بعض بكل حب واحترام. لكن تعالوا بينا بقى نروح لراجل عجوز بسيط جدا، وبنعرف انه والد بولاش اللي اسمه جورمان، واللي كان قاعد في بيته وبين عليه الهموم بسبب ضغوطات الحياة. وفي اللحظة دي قرر جورمان يتصل ببولاش وبيأمره انه لازم ياخد سلفة ضخمة من شغله علشان يشتروا بيها كميات رز كبيرة، لأنه عارف إن سعره هيزيد الفترة اللي جاية. لكن بولاش قال له إنه صعب يطلب سلفة كبيرة من الشغل لأن المبيعات مش في أحسن أحوالها. وفي نهاية اليوم بيرجع بولاش ومالوتي للبيت، وبنعرف إنهم واخدين شقة بالإيجار عشان يعيشوا مستقلين بعيد عن بيت العيلة ووالد بولاش، لأنه كان دايما بيضايق مالوتي ومعاملته قاسية معها. وبنسمع مالوتي بتسأل بولاش عن السبب اللي اتصل علشان والده، ولما قال لها بولاش السبب كانت متعصبة جدا لأنها متعودة إن والده دايما كان بياخد فلوسهم ومش سايبهم في حالهم أبدا. لكن بيهديها بولاش علشان العصبية غلط عليها ومضرة على الجنين في بطنها. وبعد شوية بنسمع مالوتي وهي بتتعصب للمرة التانية لأن باب الشقة مخلوع، وكانت بتطلب من بولاش إنه يكلم صاحب العمارة يصلح لهم الباب لأنهم بيكونوا نايمين خايفين. وبالفعل بيروح لبولاش وبنسمعه بيطلب منه يجيب لهم حداد علشان يعني مش هينفع يعيشوا والباب مكسور بالطريقة دي. فبنسمع صاحب الشقة بيوعده بكل تكبر إنه هيهتم بالأمر وهيتصل بصنايعي علشان يصلحه. وبعدها بيرجع تاني بولاش للشقة وبنشوفه هو بيقدم لمالوتي هدية عيد جوازهم، واللي كان بوكس وفيه أساور دهب فالصو وفستان بمناسبة ذكرى جوازهم. وكانت مالوتي مستغربة من اهتمام بولاش بيها وكأنها آخر أيامهم مع بعض علشان تلحق تشبع منه. وفي تاني يوم بنشوف بولاش وهو بيجهز نفسه علشان يروح لشغله، وبتلاحظ مالوتي إن زوجها مهمل دايما ومش معاه بطاقته ولا أي أوراق، وكان مكسل إنه يروح السجل المدني ويطلع بطاقة. ودايما بولاش كان بيقول لها إنها مش مهمة يكون معاه بطاقة لأنه شغال في نفس المدينة ومش بيسافر أغلب أيامه، لكنه وعدها إنه في أقرب فرصة هيروح يطلع البطاقة. وبعدها بيودعها بولاش وبيروح على شغله، وهو في الطريق بيدخل المعبد علشان يصلي ويدعي إن يومه يكون جميل ويمر بسلام. وبعدها بيدخل لمحل حلويات علشان يشتري حلويات ويعزم صاحب المحل اللي شغال معاه بمناسبة عيد جوازه. وبعد دقايق بيوصل بولاش للمحل وبيرحب بيه صاحب المحل واللي اسمه سودير، واللي كان بيحب بولاش جدا وبيعتبره زي ابنه، وكان فرحان جدا ان بولاش افتكره في احتفاله وجايب له الحلويات. وبتمر ساعات وبنشوف مالوتي وهي في البيت وبتحاول تتصل ببولاش تطمن عليه، لكن موبايله كان مغلق ومفيش اي رد منه ولا جواب. وفي اللحظة دي بتتصدم مالوتي بخبر في التلفزيون بحريق ضخم في نفس السوق اللي بولاش شغال فيه، وللأسف فيه أخبار عن وقوع ضحايا كتير جدا. وهنا بدأت نبضات قلبها تتسارع وهتموت من الرعب، وبنشوفها بتحاول تتصل ببولاش تاني لكن بدون نتيجة. وتعالوا بينا نروح لرزاق واللي شغال مدرس في مدرسة حكومي، وبيتفاجئ إن مدير المدرسة بيتصل بيه علشان يعرفه على خبر الحريق اللي كل القنوات بتتكلم عنه. وبالفعل بيروح رزاق لمكتب المدير وبيتصدم إن السوق ده هو نفس السوق اللي شغال فيه ابن عمه بولاش، وقرر إنه يجري بأقصى سرعة علشان يطمن عليه. وهو في الطريق بياخد صاحبه شاهين معاه واللي كان قلقان يعرف بولاش، وكلهم بيجروا علشان يطمنوا عليه.
وقبل ما يوصلوا للسوق بيعدوا في طريقهم على مالوتي، واللي كانت منهارة من قلقها وخوفها على زوجها إن يكون حصل له حاجة، وأصرت إنها تروح مع رزاق وشاهين لمكان الحريق، وبرغم رفضهم لأنها حامل وفي خطر عليها بسبب الدخان الكثيف. وبالفعل بيسبقهم رزاق للمكان، واتفقوا إن مالوتي تيجي مع شاهين لحد ما تجهز حالها. وبنشوف مالوتي جاية للمكان مع شاهين، ولما وصل رزاق اتصل بيهم ويبلغهم إن أعداد الضحايا كتيرة وإنه مش عارف يوصل لبولاش. فبدأ يزيد رعب مالوتي على زوجها، وحس إنها هتنفجر من العياط وعاوزة تصرخ. وفي الوقت ده كان في زحمة ضخمة جدا، والمواصلات الداخلية كلها مشلولة بسبب الحريق. فقررت مالوتي وشاهين يدخلوا مشي على رجليهم علشان يطمنوا على بولاش أو يلحقوه لو لسه فيه الروح وياخدوه على المستشفى. وأخيرا بيدخلوا السوق بعد دقايق بيوصلوا للمكان، وبنشوف مالوتي ملهوفة علشان توصل لمكان بولاش، لكن الشرطة منعتها. وفي اللحظة دي قدر شاهين يدخل مع رزاق لمكان الحريق علشان يدوروا على بولاش. وبعد ساعات من البحث المرهق بيقدروا أخيرا يوصلوا لبولاش، لكنه كان مشوه وخلاص بيلفظ أنفاسه الأخيرة. وقرروا ينقلوه فورا على نقالة، وبيخرجوا بيه في عربية خاصة علشان ينقلوه على المستشفى. وفي اللحظة دي بيروح شاهين لمالوتي علشان يبشرها ان جوزها لسه عايش وهو معاهم دلوقتي في العربية. وسريعا بتروح معاه مالوتي، وأول لما بتشوف زوجها وجسمه كله مشوه فبتصرخ من الصدمة. وبنشوفها بتركب مع العربية وبتحاول تهوي على جسمه علشان تخفف عنه الحروق. وفي الوقت ده كان في أزمة في المرور، وبينزل رزاق ومالوتي علشان يستعجلوا السواقين، لكن بتحسي مالوتي بدوخة فبترجع للعربية. ولما رجع بتتصدم إن بولاش نفسه اتقطع وضربات قلبه اختفت وخلاص فارق الحياة. وبنشوف مالوتي منهارة وبتصرخ لفقدانها زوجها يوم ذكرى جوازهم. وبعد ما فارق الحياة خلاص قرروا يرجعوا به للبيت، وسريعا تم التخلص من اللي تبقى من جسد بولاش تماما حسب الديانة الهندوسية. وبنشوف مالوتي منهارة وهي بتفتكر ذكرياتها مع بولاش، وكان أكتر شيء معذبها طفلهم اللي هيجي الحياة يتيم. وبتمر الأيام وبنشوف مالوتي بتتمشى وحيدة في أركان المدينة وبتفتكر ذكرياتها مع بولاش، وقلبها بيتقطع كل ما بتفتكر الأيام الجميلة دي. وهنا رجليها بتاخدها لبيت حماها، وبنسمع جورمان بيسألها لو كان بولاش كان عنده أي فلوس أو أي مدخرات شايلها للزمن، لكن بتصدمه مالوتي بأنه فارق الحياة وهو يدوبك بيوفر قوت يومه وبيعاني من الفقر والشقة ومعهوش أي فلوس. وبعد أيام بتيجي الذكرى الأسبوعية الأولى لوفاة بولاش، وبنشوف مالوتي بتتردد على الأماكن اللي كانوا بيتقابلوا فيها وبيقضوا أسعد أوقاتهم، وذكرياتها مع بولاش مش بتفارق خيالها. ولما بترجع مالوتي للبيت بتتفقد أرجاء البيت، وبنشوفها منهارة وبتصرخ لأنها أصبحت وحيدة في شقتها بعد اختفاء بولاش من حياتها. وتعالوا بينا نروح لرزاق وهو في بيته، وبيتفاجئ بخبر في التلفزيون إن الحكومة حققت في أحداث الحريق، وقرروا يقدموا معونات وتعويضات لأهالي المصابين والضحايا بمبالغ ضخمة جدا كتعويض ليهم ومعاشات عن فقدانهم لذويهم. فقرر رزاق يروح لمالوتي علشان يبلغها الخبر، وبنشوفه هو مجهز برواز لصورة بولاش علشان يفضل ذكرى في بيته. وبالفعل بيروح لها البيت وبيفاجئها بالبرواز، ولسه هيتكلم عن التعويض بيتفاجئوا ان الباب بيخبط، وبيتفاجئوا ان صاحب الشقة بيطالب مالوتي انها تدفع الايجار المتأخر اللي عليها لمدة شهرين. والصدمة ان قيمة ايجار اخر شهر ارتفع بنسبة كبيرة، وبنسمعه بيقول لمالوتي ان كل الاسعار ارتفعت بالتزامن مع زيادة الايجار. وبعدها بنسمعه بيكلم مالوتي بلهجة حادة جدا علشان كل يوم الصبح بتشغل جرس الصلاة بتاعتهم، وكان بينزعج منها الجيران وبيشتكوله، فحذرها من تكرار أفعالها. وفي النهاية مالوتي طلبت مهلة منه لتسديد الإيجار المتأخر عليها. وبعد ما بيمشي بترجع تاني الرزاق، وبنسمعه بيبلغها بالتعويض اللي هتدفعه الحكومة، ويقرروا إنهم في تاني يوم يروحوا علشان يستلموا الفلوس. وبعدها بنسمع مالوتي بتستشيره لو ينفع إنها تشتغل لأن دخلهم معدوم ومش هيقدروا يعيشوا، لكن رزاق منعها لأنها لسه حامل وممكن تشتغل في فرصة واحدة بس وهي بعد الولادة. وفي صباح اليوم التالي بيروح رزاق ومالوتي للمكان المحدد علشان يستلموا التعويض. وبعد ساعات من الانتظار في الطابور بيوصلوا للموظف، لكن بتتصدم مالوتي إن طالب إثبات الشخصية لبولاش، وطبعا احنا عارفين إنه كان مكسل يطلع البطاقة برغم تحذيرات زوجته المتكررة ليه. وفي اللحظة دي بتجيب مالوتي صورة قسيمة جوازهم علشان يشوف الاسم، فبيتصدم
صدموا إن اسمه بولاش مش موجود في قائمة ضحايا الحريق، وده لأنهم أخدوه وتخلصوا من جثته بطقوسهم الغريبة قبل ما السلطات تعرف عن وجوده. وبنسمع الموظف بيقول لهم إنهم مش هياخدوا أي تعويضات غير بإثبات أو ورق رسمي بوجود بولاش في السوق وقت الحريق، لكنهم لم يفقدوا الأمل وبيروحوا لموظف تاني علشان يعرضوا عليه حالتهم، لكنه اتعصب عليهم من الضغط المتواصل عليه بسبب الأعداد الكبيرة، وقال لهم إنه عنده تعليمات بوجود تقرير الطب الشرعي للضحية علشان يصرف لهم التعويض. وبنشوف رزاق بيحاول يقنعه لكن بدون أي فايدة. وكانت مالوتي مصدومة لأن حياتها متوقفة على التعويض ده، لأنها ما بتشتغلش وكمان هتخلف قريب وممكن تنطرد من شقتها في أي لحظة. وبعدها بنسمع مالوتي بتقول لرزاق إن في حل واحد، وهو إنهم يعرفوا بيت صاحب المحل علشان يجيبوه يثبت إن بولاش كان شغال معاه. وبالفعل بينزل رزاق علشان يجيب عنوان بيت صاحب المحل، وبعد ساعات بيرجع لمالوتي وبيصدمها إن صاحب المحل كان واحد من ضحايا الحريق وفقد حياته في نفس اليوم. وبعدها بترجع مالوتي للبيت بعد يوم مرهق، وبدأت تفكر في أي طريقة علشان تثبت حالة بولاش إنه كان من ضحايا الحريق علشان تاخد التعويض. وتعالوا بينا نروح لرزاق، وبنشوف جورمان وهو رايح له علشان يطمن عليه وعلى شغله، وبيتفاجئ إنهم راحوا علشان يستلموا التعويض، لكن كان في عقبة قدامهم، وهو إن اسمه بولاش ما كانش في القائمة اللي مع الموظفين. وبنسمع جورمان وهو بيأمر رزاق علشان يفضل متابع المشكلة ولازم يلاقي حل، لأن مالوتي مش هتقدر تعيش بطفلها من غير التعويضات دي. وبنسمع رزاق بيوعده إنه مش هيسيبها غير لما يجيب لهم حق بولاش. وفي الوقت ده كانت مالوتي راحت لمرات صاحب المحل علشان تسألها لو كان عندها أي إثبات أن بولاش كان شغال مع زوجها علشان تقدر تاخد التعويض، لكن للأسف ما كانش فيه أي دليل. وبنسمع الست دي بتطلب من مالوتي إنها تفضل مقتنعة إن ربنا في الآخر هيظهر الحقيقة وهيعوضها. وفي الوقت ده كان جورمان راح لوالد رزاق، وكان متضايق جدا لأن اسم ابنه مش موجود في قائمة الضحايا برغم إنه فقد حياته هناك وبسبب خطأ بسيط كل حقهم ممكن يضيع. وكان صعبان عليه مالوتي اللي كانت على وش الولادة، وابنها هيجي للحياة وحالتهم المادية صعبة. وبعدها بنشوف رزاق جايله مكالمة من والده وبيزعق له علشان يوم الحادثة ما أخدوش بولاش للمستشفى علشان يتم إثبات وجوده في المكان. فبيرد عليه رزاق بأنه كان عايش قدام عينيهم وحاولوا إنهم ياخدوا للمستشفى خاصة، لكنه فارق الحياة وهو في العربية وما كانش في حل غير كده. ووعد والده إنه هيفضل مع مالوتي لحد ما يرجعوا الحق ليها. وبعدها بنشوف مالوتي قررت ترجع تاني للموظف، وبنسمعها بتطلب منه يسمع شهادة زوجة صاحب المحل، لكن الموظف اتعصب عليها وقال لها إنه ممكن أي شخص يجي ويقول إنه كان موجود، لكنهم مش بيعتمدوا غير الأوراق الرسمية. ورجعها وهي حزينة، لكن كل محاولاتهم بتنتهي بالفشل. وهي خارجة من المكان بتتفاجئ بشخص بيوقفها واسمه كتاب وبيطلب منها يتكلم معها. ولما سمعته اتفاجئت إنه معاه أوراق بتثبت إن بولاش كان مقترض منه فلوس وبيطالبها بإنها ترجع له الفلوس دي، لكن مالوتي مش بتصدقه وبترمي الورق في وشه وبتمشي وبترجع على بيتها. ولما وصلت لبيتها بتتفاجئ بالراجل ده بيلاحقها علشان يعرف عنوانها ويجي يطالبها بالفلوس، لكنها غيرت طريقها وراحت لشاهين علشان تبلغه باللي سمعته من الراجل ده. وكان مستغرب جدا ان بولاش كان مستلف كل المبالغ دي. فقررت مالوتي تتصل بجورمان علشان تسأله عن الفلوس، لكنه انكر انه شاف اي مبالغ من دي مع بولاش. وبدأت الحيرة ترجع لمالوتي من تاني. وفي الوقت ده بتحس مالوتي بوجع في بطنها وبتقع على الارض، وعلى طول بينقلها شاهين للمستشفى. وهناك بنسمع الدكتورة بتطلب من مالوتي انها تاكل اكل صحي لان عندها انيميا بسبب قلة الأكل في الفترة الأخيرة، وإن ده بيأثر بالسلب على الجنين. وبتكتب لها على أدوية علشان تعوضها عن نقص الغذاء. وفي الطريق بيجي مكالمة لمالوتي من كتاب صاحب القرض اللي على بولاش، لكن بتقفل مالوتي المكالمة في وشه. وفي الوقت ده كان رزاق بيحاول يجيب أي دليل إن بولاش كان موجود في السوق يوم الحريق، لكنه عجز عن الوصول لأي دليل. وبلغ مالوتي إن مفيش أي حل غير إنها تلجأ للحل الصعب، وهي إنها تقوم محامي علشان يشوف الحل المناسب. ولأن ده الحل الوحيد لمالوتي فقررت إنها تلجأ ليه. وبالفعل بتروح مالوتي سريعا للمحامي، وبنسمعها بتعرض عليه مشكلتها وطلبت منه إنه يجيب لها الحل الأنسب. وفي الوقت ده كان كتاب راح لبيت مالوتي، ولما ملقاهاش في البيت بدأ يزعج الجيران ويخبط على أبوابهم علشان يوصل لها. وبنرجع تاني لمالوتي وبنسمع المحامي وهو بيقول لها إن مشكلتهم صعبة جدا وبنسبة كبيرة ممكن ما يكسبوش القضية غير بعد معاناة سنوات.
وفي اللحظة دي بيجي مكالمة لميلوتي من صاحب الشقة، وكان متعصب عليها جدا بسبب كتاب اللي عمل لها مشكلة بسبب إزعاجه للجيران. وبنسمع صاحب الشقة بيهددها إنه هيطردها لو ما حلتش مشاكلها، وخصوصا لأنها مش بتدفع الإيجار وعندها شهور متأخرة. وبعدها بنشوف ميلوتي بتروح لكتاب مكان شغله علشان تترجاه يديلها فرصة لحد ما ترجع الفلوس، لكنه كان مصمم ياخد فلوسه في أقرب وقت قبل ما يرفع عليها قضية. وفي اللحظة دي بنسمع ميلوتي وهي بتطلب منه يزور لها أوراق علشان تاخد التعويض وتسدد له فلوسه، وبالفعل بيوافق كتاب وبيوعدها إنه هيجيب لها الأوراق اللي هي عاوزاها بما إنها هترجع له فلوسه. وبعدها بترجع ميلوتي للبيت وبتتصدم إن صاحب الشقة قفلها بالقفل ورافض إنها ترجع للشقة بسبب تأخير سداد المستحقات، وكمان بسبب انزعاج الجيران من مشاكلها. وبنشوف ميلوتي بتترجاه يرجعها لبيتها تاني لأنها هتعيش في الشارع، لكنه رفض. وفي اللحظة دي بتحس ميلوتي بدوخة وبتقع على الأرض، وعلى طول بيوصلها صاحب الشقة للمستشفى لأنها كانت بتموت قدامه وكان رحم بيها. وفي المستشفى بتدخل ميلوتي للعمليات علشان تولد، لأن اللي جالها ده كانت أعراض الولادة. وبنشوف رزاك وهو بيمضي على إقرارات المستشفى بأنه أقرب حد ليها، وبالفعل بتتم العملية بنجاح وبتخلف بنت جميلة جدا. وبعدها بيتصل رزاك بجورمان علشان يبشره انه اصبح جد، وكان جورمان فرحان جدا لما سمع الخبر. وبنرجع تاني للمستشفى وبنشوف رزاك وهو جنب ميلوتي وبيطمنها انهم هيلاقوا حل وهيرجعوا حق بولاش، لكن ميلوتي كانت فقدت الامل بعد كل العذاب اللي مرت بيه، وكان كل همها انها تشتغل علشان تربي بنتها وتعيش معاها بسلام بعيدا عن الظلم والفقر القاسي. وبعدها بنشوف ميلوتي بدأ يظهر عليها اعراض مرض خطير، ونبضات قلبها بدأت تزيد، فبتدخل الممرضة سريعا وبتاخدها للعناية المركزة. وفي اللحظة دي بيجي رزاك مكالمة من مدير المستشفى وبيستدعيه لمكتبه فورا. ولما وصل رزاك للمدرسة اتفاجئ ان المدير بيقدم له استقالته، وبيعرف انهم جابوا مدرس بديل ليه لانه غاب فترة كبيرة بدون اي استئذان. لكن كل هم رزاك في ميلوتي اللي في المستشفى، فبيقبل الاستقالة وبيرجع لها بسرعة. ولما بيرجع للمستشفى كانت حالة ميلوتي متأخرة جدا ولازم تتنقل لمستشفى تانية، وعلى طول بيتصل رزاك بشاهين علشان يحجز لهم في مستشفى تانية. وبالفعل بيقدر يوصل شاهين لمكان مستشفى، وعلى طول عربية الإسعاف بتنقل ميلوتي في طريقها للمستشفى. لكن الصدفة الغريبة ان الطريق كان مزدحم، وبينزل رزاك علشان يحل الأزمة. ولما رجع لميلوتي تاني كانت فرقة الحياة على نفس طريقة زوجها بولاش بعد صراع مع ظلم الحياة والفقر. وبعدها بنشوف رزاك وصل بيها للمستشفى علشان يجهزوها للدفن، وبيجي مكالمة من كتاب على موبايل ميلوتي بيبلغها ان الأوراق اللي طلبتها جهزت، لكنه ما كانش يعرف ان حياتها انتهت. وبتمر الأيام والسنين وبتكبر بنت ميلوتي، وبيربيها رزاك وبيتبناها علشان تكون تحت عينيه، وبيربيها بفلوس والده اللي استرجعها بعد ما فارق الحياة من أجل حياة صالحة لبنته. وبكده تكون انتهت أحداث الفيلم، واستنوني في أفلام تانية جديدة، وسلام.